في واحدة سألتني خدتي قرار العملية ازاي؟ هو في يوم وليلة انا في مرة حسيت نفسي ان انا تعبانة قوي، تعبانة تعب فظيع، فقررت ان انا لازم اروح اكشف. فرحت تعبانة بقى الحتة اللي هي هنا دي قولون يعني، فقلت اروح اكشف بطنة يعني. فالدكتور بتاع البطنة قال لي لا انتي لازم تروحي تعملي اشاعة على المعدة، عشان انا شاكك ان في مشكلة في الامعاء، عندك مشكلة في الهضم يعني، والكلام ده هي اللي مسببه لك الالم طول الوقت. انا كنت بحس ان في حاجات بتتحرك في بطني كأن بيبي جوه بطني اصلا يعني. فرحت، فطبعا انا قبلها ناس كتير صحابي وصحاب مامتي كانوا عاملين مع دكتور اشرف اصلا، ف قلت طب انا هاخد الاشاعه واروح له قبل ما ارجع لدكتور البطنه وهو يقول لي انا اعمل ايه، وكنت وزنت ساعتها. المهم لما رحت بقى لدكتور اشرف وشاف الاشاعه قال لي انت عندك تضخم في الكبد وتضخم في القولون، وعندك دهون ثلاثيه، وعندك حاجات كتير قوي في الدهون كاستيه على الاعضاء، يعني عندك دهون حشويه اكتر من الدهون الخارجيه، فاحنا مضطرين ان احنا نعمل العمليه. فانا اللي هو مضطرين نعمل عمليه ايه؟ انا اصلا كنت جاي اسالك عادي، انا مش جاي اخد القرار يعني. فقال لي انت قدامك 3 ايام تاخدي فيهم القرار وتكلميني. قعدت فكرت مع نفسي وانا لسه صغيره على موضوع تضخم الكبد ومرحله اخيره وتضخم القولون وقصه، فتوكلت على الله وقلت يا رب، يعني صليت استخاره طبعا، وقلت يا رب يعني قومني بالسلامه عشان خاطر ابني. انا كان كل مشكلتي ان انا ابني صغير يعني، وانا زيكم كده كنت بسمع اللي بيخش التكميم ده بيموت يعني، مع ان انا ليا اصحاب ماما وصحابي عاملين، بس ما كنتش متفائله خير في نفسي يعني. دخلت العمليات ومضيت الاقرار وكل حاجه وتوكلت على الله. وزي ما قلت قبل كده في فيديوهات قبل كده ان انا جوزي كان رافض الموضوع تماما، وستيل هو رافض يعني، مش مقتنع يعني مش معترف بيها يعني. دخلت العمليات وطبعا الدكتور خرج قال لمامتي بقى ان انا كان عندي دهون على الاعضاء الداخليه، والاعضاء كانت متشابكه في بعض وحاجات كده يعني انا ما فهمش فيها قوي يعني، بس هو ده كلامه ان انا كان حالتي كانت مزريه يعني. ما كان الشكل العام ان انا 104، بس الدهون الحشويه كانت كتير اوفر، وكان لازم اخس باسرع ما يمكن. فاخدت قرار العمليه، وده احسن قرار خدته في حياتي، واحسن قرار بسرعه. انا اصلا بني ادمه متردده بطبعي يعني، ما بعرفش اخد قرارات سريعه، بس ده كان قرار سريع واحسن قرار سريع انا خدته في حياتي، وما ندمتش عليه لحظه. كنت جايه من بره بقى وقلت اشرب نسكافيه وافوق علشان اعرف اروق المطبخ واعمله تنظيف عميق. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني قوي قوي قوي. النهارده ان شاء الله هيبقى روتين في المطبخ، مش هنعمل بقى اكل ولا اي حاجه، لا هننضف المطبخ. التلاجة كانت زي الزفت، والفريزر ابيض منور ما شاء الله يعني، قلت انضفه عشان لما اجيب الخزين بتاع الشهر يبقى نظيف، واحط على نظافه، ما افضلش انضف بقى والكلام ده، لان انا زي ما انتوا عارفين ان انا بعمل تفريزات وبحط حاجات في الفريزر يا دوب تطلع على التسويه، فده بياخد مني مجهود كبير، فكمان مش هقف بقى انضف الفريزر يعني. المهم قولوا لي انتوا عاملين ايه. طبعا شفتوا المقدمه في اول الفيديو، ده كان فيديو على تيك توك، كان مطلوب مني ان انا احكي موضوع العمليه من الاول وازاي خدت القرار والكلام ده. اتفرجوا عليه وركزوا فيه كويس قوي الناس اللي مهتمه بموضوع التكميم وكده. عايزه بس واحنا بننضف المطبخ بقى زي ما انتم شايفين كده، قلت امسح الرخامه بالصابون والرغاوي بقى عشان تبقى الدنيا منتعشه كده. انا بحب اعمل كده بالليل قبل ما انام. لو انا جاي من بره وحاسه ان فيه طاقه اوكي، ما فيش طاقه بخش انام واصحى بقى مثلا على الفجر، اصلي الفجر، وبعدين ابتدي ان انا اظبط بقى المطبخ، عشان لما اجي مثلا على الساعه 3 4 هقف اعمل الغدا يبقى المطبخ نظيف، ما يبقاش ورايا حاجه. وكمان عشان لما اقوم الصبح احب افطر او كده ما احسش بقى ان انا ايه، عارفين بقى اللي داخله نفسها مغمومه من منظر المطبخ، لا ما بحبش كده. ومش هقول لكم ان انا طول الوقت بيرفكت بقى وايه مطبخي زي الفل، لا طبعا مش طول الوقت، لان احنا كلنا بيجيلنا اوقات مش قادرين نشيل ورقه من الارض، كلنا هذا الشخص يعني. المهم هنا بقى فتحت الفريزر، تبارك الله الفريزر بتاعي قمر ما فيهوش اي حاجه خالص، فقلت بقى ايه ابتدي انضفه. طبعا
عشان ننظف التلاجة والفريزر لازم نشيل الفيشة، دي معروفة. انا بلاقي ناس كتير قوي على اليوتيوب ما بيشيلوش فيش التلاجة وهم بينظفوا. انتوا بتعملوها ازاي دي بجد؟ يعني بتعملوها ازاي؟ فعايزة بس ارد على واحدة بعتت كومنت، شفتها عند قناة يعني، بعت لها كومنت بتقول لها انتي بيتك على طول متروق وانتي بيتك على طول نظيف. مفيش واحدة في الدنيا بيتها على طول متروق، ومفيش واحدة من الدنيا في الدنيا بيتها على طول نظيف. عايزاكم بس تقتنعوا بحاجة واحدة، حياة البلوجرز او اللي هم بيعرضوه، هم عايزين يعرضوا الجانب الايجابي من حياتهم ولا اكتر ولا اقل. فطبيعي انها تطلع لك البيت على طول نظيف، تطلع لك بتشيلي الديكور ده من هنا، تحط الديكور ده هنا، جايلها جفت مش عارف من مين، جايلها هديه ايه، جايلها كذا، جايلها كذا. هي طبيعي بتبقى عايزه تعرض لك الجانب الايجابي من حياتها، مش عايزه تطلع لك السلبيات، مش عايزه تطلع لك المشاكل. لان اصلا وقت الريل على الانستجرام او الفئه اللي بتتفرج على الانستجرام هي عايزه كده. الفئه دي مش فئه اليوتيوب. فئه اليوتيوب عايزه حكايات وعايزه قصص وفضايح وحوارات ومين قال على مين. الناس اللي بتقدم محتوى هادف مثلا على اليوتيوب ما بيتشافوش. ليه؟ لان الناس اللي على اليوتيوب عايزين قصة، عايزين حوار، عايزين عركة، عايزين فلان بيتخانق مع علان وفلانة ماسكة في فلانة. لكن بتوع الانستجرام ناس كده عارفين بقى اللي هو في اللالا لاند، اللي هم عايزين بس ايه، يشوفوا ريل دقيقة، واحدة بتعمل نسكافيه، واحدة بتعمل فطار صحي، واحدة قاعدة بتلاعب ابنها. هم فئة الانستجرام عاملة كده. فئة الفيسبوك بقى يعني حدث ولا حرج، على عامة الشعب كلها على الفيسبوك، كل من هب ودب عنده فيسبوك. التيك توك يعني قلة قليلة من هذا وذاك، فاهمين؟ فكل ابليكيشن بيبقى فيه كل الناس، يعني كل حد بيبقى مهتم بحاجة معينة. انا اليوتيوب يعني من خلال ان انا بتفرج على فيديوهات ناس كتير وبشوف ناس كتير، لا بتوع اليوتيوب عايزين حوارات، مش عايزين مثلا واحدة بتعمل روتين، مش عايزين مثلا واحدة في حالها، لا عايزين واحدة ماسكة في شعر واحدة وهم يبقوا في صف واحدة عن التانية، يعني عايزين يبقوا جيش فلانة وجيش علانة. فانا بستغرب الناس دي بصراحة. دي بقى الناس دي انا بصنفها ايه؟ دي حياتهم فاضية. يعني واحدة فاضية طول اليوم وراش حاجة، فبتيجي بقى خلاص نايمت عيالها او كذا، قاعدة بقى قدام الموبايل بالليل عمالة تقلب بقى. هي مش عايزة حاجة هادفة، هي لا عايزة تشوف ترويق ولا عايزة تشوف اكل ولا عايزة تشوف حاجة، هي عايزة تشوف قصة، عايزة تسمع قصة قدامها، مين عمل ايه في مين. عارفين بقى زي قنوات النقد كده لما بيقعدوا يجيبوا فلانة عملت وفلانة سوت، هم بقى الناس بيبقوا عايزين قنوات النقد دي عشان ايه؟ هم بيسمعوا الملخص، يقعدوا كده فلانة عملت وعلانة ردت عليها وفلان عمل وفلان طلع رد عليه وهكذا. فانا الفئة دي يعني انا ساعات كتير بسمع لقنوات النقد، بس انا مش بسمع لقنوات النقد غير عشان انا مثلا في حاجه انا مش فاهماها. يعني ليه فلان مثلا بيعمل مع فلانه كده؟ ممكن انا عندي حلقه مفقوده، فاهمين؟ برضو الفضول، البني ادم بطبعه فضولي يعني كده كده. فعايزه اقول لكم ما تصدقوش اي حاجه بتطلع على السوشيال ميديا خالص. كل واحد بيصور الحاجه اللي هو عايز يصورها او بيظهر الحاجه اللي هو عايز يظهرها. مفيش حد حياته كامله، مفيش حد على طول 24 ساعه مبسوط، مفيش حد بيخرج طول الوقت. في ناس بتعيا وفي ناس بتروح مستشفيات، بس مش لازم يصوروا. يعني مش لازم يحصل لي كارثه في البيت او ماسكه الموبايل واصور. دي بقى عالم عايزه تلم مشاهدات، وعالم فاضيه ودماغها مريحاها. فبلاش تتعبي نفسيتك وقولي الحمد لله على النعمه اللي انت فيها، قولي الحمد لله على الصحه، الحمد لله على البيت. انا مثلا لما اجي يعني النفس اماره بالسوء، لما اجي اتفرج مثلا على بيت واحده بلوجر مثلا او كده واقعد ابص لبيتي، طبعا نفسي اماره بالسوء اكيد، فاقعد ابص كده اقول طب وهو انت ليه؟ اقول لنفسي بقى هو انت ليه بتفكري كده؟ قولي الحمد لله اصلا ان انت عندك بيت، قولي الحمد لله ان انت عندك عفش حلو، قولي الحمد لله ان انت بتقومي وقت ما تحبي تعملي اكل بتعملي، عندك ميه طول الوقت، عندك نور طول الوقت، عندك حاجات كتير وقت ما تبقاش تنزلي بتنزلي، عندك نعم كتير قوي في حياتك. ما تبصيش لحياة غيرك. دايما بقعد افكر نفسي، لان طبعا يعني العين بتبص طبيعي، بس انا ان انا احسد واقول اشمعنى هي عندها وانا ما عنديش، مستحيل.
طبعا الحسد مذكور في القرآن وان الواحد ممكن يحسد غصب عنه، ودي ناس شخصيا انا اعرفها ممكن ما تبقاش قصدها انها تحسدني، بس بتحسدني غصب عنها، فاهمين؟ فدايما بقول ما شاء الله، اول ما عيني تقع على حاجة دايما متعودة الله اكبر. ان مرة كنت في اسكندرية من كام يوم، وشفت راجل ماشي بكلب في الشارع عادي جدا. اول ما شفت الكلب بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيه، مع انه كلب يعني عادي جدا، حيوان يعني ما فيش، بس برضو انا في لساني على طول كده. فانتوا برضو لما تشوفوا حاجة عند حد انتوا عايزينها او نفسكوا فيها، قولوا ما شاء الله، تبارك الله، يعني ربنا يديه ويزيده ويديني انا كمان. فملخص الموضوع عشان ما اطولش عليكم، مش اي حاجة بتشوفوها تبقوا عايزين تقلدوها، مش اي واحدة بتشتري حاجة تجروا تشتروها زيها. هي ممكن تكون امكانياتها سامحالها، انت امكانياتك متسامحالك، ما تضغطيش على جوزك. ما تحسوش دايما ان هو مش قادر يجيب خلاص ما عندكيش، او مش قادره تجيبي خلاص ان شاء الله. ادعي ربنا، قولي يا رب انا نفسي اجيب الحاجه الفلانيه كذا، وهتلاقي ربنا يسرها لك وكرمك وبقى معاكي الفلوس تقدري تجيبيها. بس مش لازم دلوقتي. انا زمان كنت بقع في نفس الغلطه دي، اللي هو انا عايزه الملايه دي دلوقتي، يعني انا عايزه الملايه دي دلوقتي، مفيش اوبشن انها تتاجل. وكان طبعا بيحصل مشاكل كتير بيني وبين جوزي. فقعدت افكر مع نفسي، هو يعني ليه ما خلاص انا نفسي في الحاجه دي وقلت له عليها، لما ربنا يديه او يبقى معايا مثلا ان هو يجيبها لي خلاص هيجيبها لي. ما اقعدش ازن انا بقى طول الوقت عشان مجرد بس ان انا شفت واحده عندها حاجه عجباني فانا عايزه اجيب زيها. بطلت المبدأ ده خالص، وبطلت ان انا اجيب زي حد. دايما ابقى ماشيه دماغي، الحاجه اللي تعجبني اجيبها، الحاجه اللي ما تعجبنيش او مش لازماني ما اجيبهاش. لان انا زمان قوي اول ما اتجوزت كنت بجيب الحاجه لمجرد ان الناس على اليوتيوب جايبينها وهي اصلا انا مش هستعملها، بس مجرد شفت واحده جايباها وعجبتني عندها. وطبعا الفكر ده اتغير، كل الواحد لما بيكبر تفكيره بينضج وبيحس ان هو لا، ايه الهبل اللي انا كنت بعمله ده، لا في حاجات اولى وفي حاجات اهم، ولادنا اولى، لا نحوش عشان لا الله اعلم الظروف ايه. المهم خدتكم بقى في الكلام، وبصوا انا هنا بقى ايه، قلت ان انا عايزه انضف البوتاجاز، لان طبعا زي ما انتوا كنت مسافره، فطبعا البوتاجاز ما كانش بيتعمل، جوزي طبعا ما كانش بيطبخ ولا اي حاجه، بس كان مليان بقى تراب. وانا لما مشيت بصراحه ما نضفتوش، فرجعت بقى قلت لازم اشيل عيونه ونقعها في ميه سخنه وانضف بقى البوتاجاز كويس جدا، عشان انا دايما الحاجه لما بتبقى ايدك فيها طول الوقت بتفضل على طول نظيفه وجديده كانك لسه جايباها. مثلا يوم اعملي ميكرويف، يوم اعملي البوتاجاز، يوم اعملي الدرج زي ما انا عملت كده. انا ما نظفتش المطبخ تنظيف عميق، يعني انا ما عملتش ورا التلاجة، بس نظفت التلاجة نفسها. كان في درج شكله منعكش كده مش عاجبني عملته. البوتاجاز حسيت ان هو مش انضف حاجه، فرحت عاملاه. نفس الكلام مثلا الستاند، مش تنظيف عميق للعيد ولا اي حاجه، لسه تنظيفه العيد مش هعملها دلوقتي، بس انا كده كده اوريدي كنت عامله، فالحاجات هتبقى يعني الظرف منعكشه عايز تتظبط الكلام ده. مثلا مش هنزل ستاير لان انا كده كده لسه عامله الستاير من شهرين. السجاد لسه مغسول برضو نفس الكلام، مش هنزله. يعني هعمل التنظيف العميق اللي انا بعمله كل اسبوع، اللي هو العادي، امسح من تحت الحاجه والمع كويس واغير ملايات، اغير مفارش، الكلام ده وخلاص وشكرا على كده. مش ههد نفسي، لان الصحه لو راحت ما بترجعش. انا ما بحبش الناس اللي تطلع بتوع روتينات اللي هم زي يعني ان هم يطلعوا يعملوا تنظيف ويصبنوا الحيطه ويعملوا. جماعه الدنيا اسهل من كده بكتير وابسط من كده بكتير. مفيش حد فينا طول الوقت هيقعد يصبن في حيطان ويغسل سجاجيد. ما تنزلي السجاده الدراي كلين، يعني ايه يعني 30 جنيه ولا 40 جنيه يعني هيوفروا عليكي صحتك. ممكن تستغليهم ان انت تعملي بيها حاجه تانية. يعني ممكن ان انت مثلا تقفي تطبخي، ممكن مش عارف ايه في تنظيف البيت او كده. لازم تسهلي الدنيا على نفسك، اعملي الحاجه اللي ينفع تعمليها. الحاجه اللي انت مش قادره عليها ما تضغطيش على نفسك عشان تهلكي صحتك. الصحه لو راحت ما بترجعش. لكن المواعين الراجل مش هيدورها ويطلع. يعني السجاد لو انت ما غسلتيوش مش هيتغسل، اكيد هيتغسل. الستاير لو جوزك ما طلعش تشعل ونزلهم بدل ما انت تطلعي ممكن تقعي وممكن كذا، ما هو يطلع ينزلهم يعني. ونزليهم للدراي كلين لو في امكانيه. مفيش امكانيه حطيهم في الغساله. مش لازم تملي البانيو وتنقعي في البانيو وتقعدي تشيلي وتحطي. ليه تهلكي نفسك وتهلكي صحتك وانت لسه صغيره؟ وبعدين لما يبقى عندك 50 سنه هتعملي ايه؟ فلا، كل حاجه بالعقل حلوه. ممكن ان انا
شهر شهرين مثلا اجيب حد يصبن لي المطبخ، حد يصبن لي. يعني انا ما بصبنش المطبخ مثلا، يعني بجيب حد يصبن لي. انا ما مش هفضل طالعه نازله على السلالم، انا اجيب واحده ب 200 300 جنيه تصبن لي المطبخ كله من فوق ومن تحت وكل حاجه والدنيا تمام. الظرف بقى والمواعين والاكل والحاجات دي انا اعملها. السجاجيد بنزلها دراي كلين واريح دماغي. اصلا انا ايه يعني هقعد ادعك واعمل؟ طب وعلى ايه دراعي؟ افرض وانا بدعك في مره دراعي اتملخ ولا حاجه، مين هيفيدني؟ يعني مين هيعمل في البيت؟ ما هو انا لو تعبت ورقدت مفيش حاجه هتتعمل في البيت. فبالراحه على نفسكم. مش اصل روتين الشجاعه، روتين الناس الجامدين اخر حاجه، روتين مش عارف ايه. لا، كل حاجه بالعقل حلوه. لما اعملي شيل التراب من البيت، اعملي بالمكنسه، امسحي الفواصل كل اسبوع، شيلي اوضه واعمليها. مش لازم البيت كله في يوم واحد. لو رقدتي محدش هينفعك. انا دايما ماما تقولي كده، براحه على نفسك، ما تاخديش كل حاجه عافيه. انت دلوقتي بصحتك، كمان 20 سنة مش هتبقي بصحتك، هيكون ابنك اتجوز، هيكون مش هتبقي قاعدة لوحدك، هيكون مش عارف ايه، فهتجيبي حد يخدمك. فانا ماشيه بالسيستم ده. معايا فلوس هجيب حد ينظف لي، معيش فلوس هعمل واحده واحده. فانتوا امشوا بالمبدأ ده. زي ما قلت لكم، طول ما انتوا ايديكم في الحاجه مش هتاخد وقت في التنظيف ولا هتاخد وقت في العمايل، عادي جدا هتبقى واحده واحده. هتعملي المطبخ في يوم، هتعملي الصاله في يوم، هتعملي مثلا الريسبشن في يوم، هتعملي اوضه الولاد في يوم، وهكذا. فما تصعبوش الدنيا على نفسكم، وحاولوا ان انتوا على قد ما تقدروا توازنوا ما بين البيت وما بين ان انتوا تخرجوا، عشان قله الخروج والفسح وطول الوقت انت قاعده في البيت وما بتعمليش حاجه والكلام ده هيجيلكوا اكتئاب. طب وعلى ايه؟ انا اخلي يوم او يوم في الاسبوع بخرج فيهم، يوم مثلا مع جوزي وولادي، ويوم انا بخرج فيه لوحدي، مثلا بروح اي مكان. ان شاء الله تنزلي تتمشي حوالين البيت، يعني ان شاء الله تروحي تقعدي على الكورنيش لوحدك. المهم تبقي بتفصلي وتحاولي على قد ما تقدري ان انت يبقى ليكي نص ساعه في اليوم ليكي لوحدك، انت قاعده تشربي فنجان القهوه بتاعك. ماشي، اهلا وسهلا. تشربي فنجان القهوه بتاعك، مركزه ان انت عايزه اعمل كذا وعايزه اعمل كذا. معلش جات لي مكالمه. المهم هنا بقى قلت ايه، ان انا عايزه اصبن الحوض كويس جدا جدا، لان انا اكتر حاجه بتعصبني في المطبخ ان الحوض ما يبقاش نظيف. نعم. قولي اخويا. اقول لي مين اخويا؟ يوسف كريم، انت حليم واحمد. ماشي. المهم فعايزه اقول لكم ان لو انتوا وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك وتكتبوا لي كومنتس باي حاجه انتوا عايزين تعرفوها، سواء عن الدايت، سواء عن التكميم، سواء عن اي حاجه. انا برد على كل الكومنتات، وحاطه لينك الانستجرام لو حد حب يخش ان هو يكلمني، وبرده لينك التيك توك. هناك بقى مش بنزل روتينات وكده، على قد ما بنزل حاجات ليها علاقه بالتكميم والدايت وان انا بعمل ايه عشان احافظ على وزني، وهل بدات ان انا اكل عادي بتاع البيت ولا لسه ما زلت ماشيه على موضوع الدايت والاكل الدايت وما باكلش رز ولا مكرونه ولا عيش ولا الكلام ده. فلو حابين تعرفوا اي حاجه في الموضوع ده تابعوني على التيك توك، هتلاقوا اللينكات في القناه. روحوا هناك بقى، وممكن تبعتوا مسج سواء على الانستجرام او على التيك توك. عايزه اقول لكم بقى حاجه. موضوع الدايت ليه فروع كتير قوي، وليه يعني كذا طريقه. انا نفسي ما كنتش اعرف. اللي انا اكتشفته بقى مؤخرا ان الدايت اصلا مش حرمان، ان انا ممكن اكل كل الاكلات. مفيش حاجه اسمها اصل الاكله دي بتتخن واصل الاكله دي بتخسس. في حاجه اسمها سعرات حراريه او عجز في السعرات الحراريه. هبقى اكلمكم في الموضوع ده باستفاضه كبيره جدا، عشان الموضوع ده انا تقريبا قعدت عايشه في الفيديوهات عليه. هكلمكم فيه بس مش الفيديو ده، عشان الفيديو كده يعتبر خلص. قولوا لي رايكم بقى في الفيديو. هو ده كان فيديو النهارده. استنوني بقى في فيديو جديد ان شاء الله بكره او بعده بالكتير، وهستنى بقى اللايك. ولو مشتركتيش في القناه اشتركي وفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك. ويلا بقى اشوفكم على خير. باي باي.